لكن زواجه من نجلاء فتحي بقى كان قصة تانية خالص. التقى بيها في عزومة عشاء في بيت أختها، ورغم ان اللقاء كان على هامش مجموعة حوارات بيتم تجهيزها مع الفنانين لمهرجان القاهرة السينمائي سنة 1990، وكان حمدي قنديل عضو في اللجنة العليا للمهرجان، إلا إنه كان لقاء عفوي جدا وعائلي، وده لأن حمدي قنديل كان له علاقة بزوج شقيقة نجلاء فتحي، واختارت وقتها نجلاء فتحي إنها تعمل معاه الحوار في بيت أختها. فحصل اللقاء الأول في جو عائلي جدا على مائدة العشاء في بيت الأخت، وأول حاجة لفتت نظره فيها إنه لقاها بسيطة وسط أسرتها اللي بينادوها زهرة، وعرف وقتها إن اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء، وحس قد إيه هي تلقائية وسلسة وبعيدة تماماً عن صورة النجمة السينمائية اللي كانت في ذهنه. تكررت اللقاءات وده لوجود أصدقاء كتير مشتركين بينهم، ولقى إنها شبهه في حاجات كتير، بتحب النهار وبتكره السهر وحفلات المجتمع، بتحب السفر، وتعرف على بنتها الوحيدة ياسمين اللي كانت وقتها في عمر 14 سنة، لكنه ملقاش أي صعوبة في إنه يبني معاها علاقة لطيفة ويبقوا متفاهمين بل ومنسجمين. وبعد فترة فوجئ حمدي قنديل بنجلاء فتحي بتكلمه في ميعاد اتعودوا إن هما يتكلموا فيه كل يوم، وقالت له إحنا هنتجوز النهاردة. رغم ميله الشديد ليها وإعجابه بيها إلا إن هو اتخض، ولما راح في الميعاد المحدد لإتمام الزواج وفتحت له الباب كان سؤاله الأول ليها: ما قلقتيش من رد فعلي وحسبتيها إزاي؟ قالت له بمنتهى النضج: أنا فكرت كويس، إحنا مش في قصة غرام مشتعل، إحنا كبار ومرينا بتجارب زواج قبل كده واللي بينا هو إعجاب شديد، ولو كنت تهربت من طلبي ما كنتش هزعل كتير، لأن ساعتها هتكون أثبتت لي إنك مش زي ما تخيلتك وإنك مش الزوج المناسب ليه. وفي نفس اليوم ده تم الزواج، ولما تشوف الصور الموجودة ليهم في الكتاب تلاقي خفة وروح جميلة بتنطق من ضحكتهم اللي بتحكي كل حاجة، حقيقي ليدي وبرنس.